أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه المنطقة أو شبه جزيرة سيدي فرج. من هنا خطرت لي الخاطرة التاريخية التي تتمثل في بداية الاحتلال الفرنسي لأرض الجزائر. من هنا بدأت قصة صمود الشعب الجزائري. ومعلوم أن الاحتلال الفرنسي الذي كان في عام 1830 وقاده ديبرمون ب 600 سفينة فيها من السفن الحربية والسفن المدنية التي تقل ما يزيد عن 34 ألف جندي فرنسي. جاء بهم ديبرمون من سجون فرنسا بإذن من شارل العاشر، دخلوا من منطقة سيدي فرج. وهذا الاحتلال كان نتيجة الاستعانة بمخطط بوتان اللي كان في 1808، حيث قام بدراسة للساحل الجزائري ووجد أن الثغرة تكمن في سيدي فرج. ولو انتصر نابليون في معركة واترلو لكانت ساحة المعركة الثانية هي معركة الجزائر، ولكن تأخر الاحتلال بسبب ظروف سنذكرها إن شاء الله مستقبلا. قلنا أن البداية بدأت من هنا، بداية صمود الشعب الجزائري. والتاريخ يشهد كما قال العلامة عبد الرحمن الثعالبي: إن الجزائر في أحوالها عجب، لا يدوم بها للناس مكروه، ما حل بها عسر أو ضاق متسع، إلا ويسر من الرحمن يتلوه. هذه الأرض بقيت عصية وجرعت فرنسا ويلات الهزيمة، خاصة بعد إعلان دولة الأمير عبد القادر عام 1832، والذي انتصر في أكثر من 30 معركة. باختصار شديد، من أسباب هزيمة الجزائريين في معركة سطوالي، من أسباب هزيمة الجزائريين في هذه المعركة هو أن الداي حسين اعتمد على قائد لا يجيد فن الحرب، هو إبراهيم آغا. بعد أن عزل يحيى آغا وكان أكفأ قائد عسكري، كان يرى يحيى آغا أن التحصينات يجب أن تتم في منطقة سيدي فرج، ولكن إبراهيم آغا كان يرى العكس، وكان يرى استحالة دخول الفرنسي من هذه النقطة. أيضا الاعتماد على مشورة يهوديان بكري وبوشناق، وهم من جروا كثير من الويلات وكثير من المؤامرات في قصر الداي، وهم من كلفوا الجزائريين غاليا للأسف الشديد. أيضا عدم الاعتماد على خطة أحمد باي، حيث جاء بخطة عظيمة جدا. هذه الخطة عرضها على إبراهيم آغا في معركة سطوالي، ولكن إبراهيم آغا رفضها. فيما تتمثل هذه الخطة؟ تتمثل هذه الخطة أو هذه الخطة بأن أحمد باي قال بأننا سنترك الفرنسيين بأريحية ولا نهاجمهم في منطقة سيدي فرج، فإن قرروا مهاجمة جيشنا سنجرهم إلى الأحراش، ثم نوقعهم في دوامة، ثم نهاجمهم. وإن قرروا مهاجمة المحروسة أو الجزائر العاصمة سننقض على مؤخرة الجيش الفرنسي ونبطل عمل مدافعهم. ولكن للأسف الشديد قبلت هذه الخطة بالرفض، وكل هذه الأسباب أدت إلى عدم تكافؤ القوى في العدة والعدد وفي النظام، مما أدى إلى تراجع الجزائريين. ولكن التاريخ يشهد أن الشعب الجزائري اجتمع بأعيانه في مؤتمر تمنفوس بمنطقة بومرداس، واتفقوا على إعلان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي. وجاءت قيادتين: قيادة على الصعيد الديني تتمثل في الحاج سيدي السعدي، وقيادة على الصعيد العسكري تتمثل في محمد ابن زعمون زعيم قبيلة فليسة، وهم من أعلنوا ورفعوا لواء الجهاد عاليا، وهم من كانوا خلفاء على الأمير عبد القادر في سهل متيجة. وإن شاء الله إلى خاطرة تاريخية أخرى. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.